السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ والنبي يا جماعة، حلفتكم بلا إله إلا الله، بحق كلمة لا إله إلا الله. اللي يشوف الفيديو بتاعي من فضلكم اعملوا لايك كومنت منكم، بس إن قناتي تتشاف. يعني صلي على النبي في الكومنت، استغفري ربنا، قولي أي حاجة. حتى لو عندك حاجة مضايقاكي قوليها في الكومنت واحنا نرد على بعضينا، نخفف عن بعضينا. كلنا عاملين اكونتات فيك ومحدش عارف انتي مين ولا انا مين، فقولي مشكلتك، منها القناة بتاعتي هتتشاف وهتفضفضي عن اللي جواكي، وممكن تلاقي حل كويس لمشكلتك من ناس عندها دراية أكبر واستيعاب أكتر للمشاكل أو الحوارات اللي هي بتبقى حوالينا. يعني علشان قناتي أنا بجد، أنا بقالي أديني سنتين مفيش لا في قبض من القناة ولا قناتي بتكبر، بالرغم ان في قنوات بتبقى يعني ما فيهاش اي هدف. انا هنا في القناة بتاعتي بقول لكم عن محتوايا، وبقول لكم ان انا ام بالكفالة، وان انا متحدية الاعاقات، حاجات كتيرة. يعني انا اول مرة اقول حاجة زي كده اهو افصح بيها، ونفسي ان قناتي تكبر. يعني اربي ابني تربية كويسة، احسن تربيته، وانا كمان ان انا الاقي فرصة في الحياة، وان انا اعيش وروحي يعني تعيش زي اي بني ادم. ده الحل الوحيد كان قدامي، ان انا افتح قناة واعرض فيها يومياتي انا وابني، وقد ايه انا كمان تحدياتي مع المجتمع ومع الناس اللي حواليا، وقد ايه ان انا بعاني من حاجات كتيرة جدا ما بقولش عليها وبكبر دماغي منها، واحيانا بتضايقني وبتعصب عليها. ولما بتتعصبي عليها الناس تبدأ تلومك مالكيش حق، واحمدي ربنا. انا حمد ربنا كويس قوي على فكرة، وعارفة ربنا مش اكتر منكم ولا حاجة، بس عارفة ربنا كويس جدا جدا جدا، ومقتنعة بظروفي ومقتنعة بحالي ومقتنعة بدنيتي. انا بس عايزاكم ان انتوا اللي هتسندوني. يعني اذا كان فيها امل من ربنا مبعوت لي، فهو هيكون ربنا بعتكوا ليا انا علشان خاطر قناتي تكبر وتتشاف وتعرف. صدقوني والله انا هوعدكم ان انا هكون من المتصدقين ومن الخيرين لما قناتي دي يجيلي منها دخل. انا كده كده لما حد بيجي يبعت لي اللي هي اللي هو سوري في اللفظ، الدعم اللي هو بيبقى على اللايف، هو ده الحل الوحيد اللي بيجيلي منها قبض. لكن قبض من اليوتيوب نفسه اقسم بجلال الله ما جالي لسه، زي الناس اللي هي بتعرض محتوياتها. فانا بكون من المتصدقين وبعمل اللي اقدر عليه، ربنا اللي يشهد. ولو اقدر اطلعهم كلهم هطلعهم والله. الاول برضو نقول شكرا لكل اللي بيدخل وبيدعم انتصار اللي هي ام هاني يوميات ام بديله. عندي كلام كتير نفسي اقوله لكم وفضفضات كتيره، بس كل ما اجي افتح في موضوع الاقي موضوع تاني عايزه اتكلم فيه، تلاقيني ارجع تاني للموضوع فانسى انا كنت بقول ايه في الموضوع الاولاني. وده من طيب القلب على فكره. المهم ادعموني وشوفوني، ربنا يرضيكم يا رب. كل اللي انتي لو شفتيني اصلا، لو افترضنا ان في 100 واحد هو اللي شاف الفيديو بتاعي، 100 دول لو عملوا لايك وعملوا 100 تعليق، 100 دول اللي انتوا عملتوهم بيروحوا ل500 تاني، وال500 لو راحوا لهم هيروحوا ل250 تاني، لان كل واحدة بتتفرج على فيديو بتعمل لايك بيروح ل5 غيرك. 5، انا مش بخمس في وشك والله، بس هي دي خوارزميات اليوتيوب. بس فكل اللي انا عايزاه اتفاعلوا معايا بالتعليقات. شكرا لكل اللي بيعلق. يعني انا عندي ناس محترمه جدا جدا دايما بتعلق بذكر واستغفار وتسبيح، بحبها جدا لدرجه ان انا ببقى مخجله هرد اقول ايه. هي بحت كميه ادعيه، يمكن ممكن على الفيديو بتاعي ممكن تبعت 10 11 تعليق ذكر واستغفار وتسبيح، حاجه روعه جدا. متشكره ليها جدا. طبعا هي عارفه انا مش عايزه اقول اسمها، لا هي تتضايق تقول انا ما قلتلكيش قولي عني او كده. بس ان شاء الله هعمل لها برضو شورت، لهني اكتر واحده متفاعله معايا بالقناه في القناه. انا عندي كلام كتير نفسي اقوله، خنقه كتيره من الحياه والله، ربنا اللي يشهد قد ايه. ب... ب... عارفين هي اللي هي بتقوم نفسها كويس قوي عشان هي تكمل في الحياه. عشان انا كبرت 50 سنه، بس انا عندي عيل ورايا مش عايزاه يطلع يتصدم في الحياة، مش عايزاه يطلع ان هو، عايزه اخليه صاحب عزيمة وصاحب شخصية ريادي ما يتأثرش بأي حاجة، مش اي حاجة تأثر فيه.
جوايا ليه شعور غريب. انا بتهيألي ان انا اكبر من اكبر اي ام جابته من بطنها والله. فانا كل ده عارفين اللي هي ايه، شايله مش هقولك انها اكبر مني، لا شايلاها، بس هي وجعاني، بس انا مش قادره افصح بيها. حاجات كتيره في حياتي نفسي اعملها، وبدعي ربنا ليل ونهار انها تتحقق. بقول يا رب ساعدني، انا مانيش الا انت يا رب، انا هروح فين يعني؟ انا مفيش، ادي السما وادي الارض، وانا ايدي مش طويله انها توصل لك اكتر من كده عشان ارفع واقول يا رب. وعندي ثقه في الله ثم فيكم ان انا قناتي هتكبر. معلش اذا كنت كل فتره بعمل فيديو زي كده، يعني مش قصدي بيها والله العظيم وحياة لا اله الا الله طاقات سلبيه نهائي خالص خالص، سوري. لكن انا بحبكم. ابني استاذ هاني لسه صاحي من النوم. طب انتوا شفتوا في جمال كده؟ انا عايزه اقول لكم بصوا للشبه ده اللي انا بقول لكم عليه يا جماعه، ان في جينات وراثيه وفي جينات بتلتحم. بصوا انا وهو جيناتنا بدات تلتحم ازاي، شوفوا هو شبهي ازاي وهو احلى مني كمان. شفتوا المناخير الصغننه الجميله دي؟ شفتوا العيون الحلوه دي؟ شفتوا البق العسل ده؟ شفتوا اللي لسه صاحي من النوم ده وعايزين نحلق له؟ شفتوا طفل جميل اكتر من كده؟ بس قول لهم صباح الخير. صباح الخير. صباح الهنا. صباح الخير. بس فانا بحبكم قوي قوي جدا جدا، وهاني بيحبكم بيطبطب عليا. بص حنيه ازاي اختي، انا بوسع لك كده مش ببعد عنك، بوسع لك عشان تيجي في كادر الكاميرا. ايوه ايوه حبيبي. انا خلاص. روحي يا حبيبي اتفضل. على الرغم ان انا برضو من ضمن الحاجات اللي انا الانجازات اللي انا عملتها بالنسبه لهاني ابني، انتوا كلكم شايفين ان هو بيتكلم كويس وطفل طبيعي، بالرغم ان انا اول مره اقول حاجه زي كده، ان هو كان عنده حاجه شبه اللي هي حرمان بيئي او طفل توحد. وساعتها ناس كتير قالت لي رجعيه. ارجع ايه؟ انا جبته وخلاص واتطلقت وخلاص، فهرجعه ليه؟ انا وهو هنزاحم في الحياه. وعندي ثقة. الفيديو فصل ورجعت تاني لي، فكانوا يقولوا لي ان هو مش هينفع. انا كنت قد التحدي، وشوفوا الحمد لله ما شاء الله مفيش اي حد بجد بجد الا من النوادر ان هو يقدر يخرج من الحالة دي للحالة دي. طبعا احنا عشان هو جنبنا، انتوا قلت لكم قبلها ايه هي الحالة، فشفتوا اتكلم معاهم هاني كده وصبح عليهم واتكلم كده واحكي لهم عنك وعن مدرستك وتحب ايه مش بتحب ايه. قول نعمل كده عشان محدش يتضايق. قول تعالى هنا اهو. صباح الخير. صباح الخير وانت بعيد. صباح الخير وانت بعيد. صباح الخير. يلا زي ما ماما بتحكي احكي معاهم بقى شويه. هتقول لهم ايه؟ بتحب ماما الاول؟ ايوه انا بحب ماما. طب انت بص للكاميرا وانت قول له، انت بتقول لهم انا بحب ماما. انا بحب ماما. طب بتحبهم هم كمان؟ ايوه. طيب هات بص. يلا روح على لعبك الكمبيوتر. هاتي بص. بص اهو بغطيلك. شكرا حبيبي يا غالي. فالحمد لله يعني ان انا قدرت ان انا اخليه كده، وان هو ما بقاش من اطفال توحد ولا DHA ولا كل الحاجات اللي قاعده يخوفوني منها. طفل طبيعي جدا اهو ما شاء الله. كان في ناس كتيره تفضل تقول لي اعملي له دمج. ليه دمج؟ كل واحد وقدراته. في طفل بطبيعته فصيح اللسان يطلع، وفي طفل كلامه قليل، ونتعامل مع كل طفل على حسب طبيعته. هو ان شاء الله هيبقى احسن واحسن. انا طولت عليكم في الحكايات وفي الرغي ده اكيد. قولي طولي، اكذبوا عليا وقولوا لي طولي يا انتصار. والله انا برتاح جدا لما بتكلم معاكم. بيبقى احيانا جوه مني مشكله كده مضايقاني وعماله افكر فيها، وليه يا ربي وافضل ادعي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم اني اشكو لك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني، إلى عدو ملكته أمري، إلى بعيد يتجهمني، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فدايما بدعي الدعاء ده لما أحس إن أنا اتخنقت أوي، بس دايما بحاول إن أنا على قد ما أقدر أكون يعني كويسة. وعلى فكرة عايزة أقولها، أنا زي أي أم، عشان محدش بس يقول أنا زي أي أم تزعق لابنها تديله بالشبشب، ده أكيد. بس برضو انا ازيد من اي ام في حته الحنان والعطاء دي. لو عايز والله العظيم عيوني لا اديها له. وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن. تعالوا اوريكم النهارده قبضنا، ولما قبضنا
انا مش عارفه المرتب راح فين. احس ان في عفريت وشوشه انصرفوا، فانصرف المرتب كله راح فين؟ ده انا لسه يا نصيبتي يا دي النصيبه، ده في اول الشهر. هعمل ايه طيب؟ هتمشي برضه هتمشي. هوريكم انا النهارده جبت ايه مشتريات. جيت بقى جبت ايه؟ خضرة وسبانخ خضرة وسبانخ وخس، عشان انا امي بتحب الخس قوي قوي، فجبت لها خس، حاجة فريدة اسمها على مسمى امي، بس فجبت لها خس. تمام. وبحب انا السلطة، بعشق السلطة جدا الايام دي، لقيت بتاعت سلطة قوي. وجبت ما عنديش زيت، فرحت جبت ازازة زيت. هو حلو يعني الزيت ده بيقولوا كويس، هدية حلو يعني. جبت ازازة زيت، دول ب20، ديت ب75. الحاجات دي على بعضها ب20 جنيه. ماشي. وجبت دول على بعض ب15 جنيه. بتنجان على فكرة، البتنجان النهارده ب15 جنيه. انا البتنجان مش بقليه، انا البتنجان انا امي برضو بتحب تاكله ني، فبحاول ان انا انقلها البتنجان السودا واللي هي ايه مش ناشفه كده، يعني مش طريه عشان ما تبقاش مبزره، طريه كده وسودا، وتلاقي سوادها بيلمع كده. والفلفل الحراق دوت علشان انا بحطه على السلطه. وجبت لحمه بتاعت الاسبوع، جبت 2 كيلو لحمه بتقعد ايه الاسبوع. وان شاء الله اكيد هجيب فرخه في وسط الاسبوع او سمك حاجه زي كده. طبعا والثوم اهم حاجه، فصصت شويه ثوم حلوين هنا اهو بس تحت التليفون، مش عايزه اقلبه. فصصت شويه ثوم علشان السبانخ، لان انا هعمل سبانخ ان شاء الله. السبانخ عندنا حلوه يعني بامانه. الحزم النهارده الراجل محزمها حلوه، فالحزمه حلوه خالص يعني. بصوا كل دي حزمه سبانخ معاها حزمه خضره. بس انا بقى بعمل اللحمه ني في ني، يعني بعمل السبانخ عشان امي ومعدتها وعمليه اللي كانت عاملاها، فبعمل السبانخ ني في ني. وجبت كيس رز، نسيت اقول لكم، وكيس سكر. كيس عشان ما عنديش لحد ما اجيب يعني خزين الشهر التاني. انا بحبكم قوي، ما تنسوش من فضلكم من فضلكم من فضلكم دعمي بالتعليقات الجميله والاشتراك عندي في القناه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش، دايما بكررها لكم، وعد ربنا فضحكت فبشرناها. وما تنسوش تحذير ربنا، فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. لا اله الا الله.